السلام عليكم، مرحبا بكم يا اغلى المتتبعين. تنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقى الكل على خير وبخير وباتم الصحه ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم هذا الكيك الغزاله بمذاق الكراميل وبالكريمه الكراميل بدون قشده او بدون اي مكونات كثيره. هنا عندي جوج بيضات والسيترو ديال الحليب. يمكننا نوجدوا هذا الكيك الغزاله. ندوز ان شاء الله على بركه الله وندوز الطريقه والمقادير ان شاء الله. اول حاجه عندي هنايا جوج بيضات. غادي نستعمل هنا جوج نتاع البيضات، قبيصه نتاع الملح، كاس الا ربع نتاع السكر، نتوما عبروا بكاس ديال العنبه، غنزيد فاني سكر بنكهه الفاني، غنزيد ربع كاس من زيت المائده، وغنخلط الخليط مزيان. يمكن لكم نتوما تستعملوا طراب يدوي او كهربائي، انا غادي نستعمل غير هذا الخلاط العادي. غنخلط مزيان حتى ينسجم الخليط وولي واحد الخليط اللي على شكل كريمي يكون منسجم مزيان. صافي من بعد ما خلطت الخليط ونسجم ليا وشفتو كيولى. هنايا راه عندي بيض ولكن في الكاميرا تيبان صفر بزاف. غنزيد ربع كاس من الحليب وغنزيد نص كاس من الماء الدافي. صافي دابا غادي نوضع بالنسبه للطحين غنزيد عندي هنايا جوج كيسان ديال الطحين. غنضيف النصف ديال الخليط مع خماره ديال الحلويات. انا ضفت هنايا خماره بحجم 8 غرام. صافي ونخلط الخليط مزيان. وبالنسبه للطحين ديروا على حسب الطحين اللي عندكم. انا هاد الطحين اللي عندي ما تيشربش، غنضيف جوج كيسان. نتوما ديروا كاس ونص وشوفوا الخليط ديالكم واش غيرجع كيف ما يعني غتشوفوه دابا معايا. صافي كما تشوفوا هذا هو الخليط اللي حنايا محتاجينه للكيك ديالنا كما تشوفوا. صافي انا غنوضع في هذا المول هذا. يمكن لكم نتوما تضيفوا سيركل مع سميتو ورق الفرن. صافي على هذا الشكل. صافي وغندخلها للفرن لمده نصف ساعه وغادي نخرجها وهانتوما معايا. بالنسبه للكريمه اللي غادي نضيفوا للكيكه عندي هنايا نصف لتر ديال الحليب، عندي 4 حبات نتاع الشوكولات، عندي فلو كراميل عندي بحجم الكبير. هذا الحجم هذا تيكون فيه السكر، لما كانش فيه زيدوا 3 المعالق ديال السكر اولا تبقى على حسب الذوق ديالكم. غنزيدوا 3 المعالق ديال المايزينا، وعندي هنايا دانون كراميل حتى هو غادي نضيفه باش يعطيني بنه لهاد الكريمه ديالي. اول حاجه غنضيف هاد الحليب وغنزيد هاد الفلو كراميل، غنزيد 4 المعالق نتاع 3 المعالق ديال المايزينا عفوا. صافي نبدا نخلط الخليط وغنضيفو نوضعو على البوطه باش يختار ليا، وغادي نحصل على واحد الكريمه اللي هي مدمجه. صافي كما تشوفوا هكايا تنبقاو مستمرين في التحراك حتى هاد الكريمه هذه تتولي لنا عاقده وهانتوما غتشوفوها معايا. صافي هذه هي الكريمه من بعد ما وجدتنا كما تشوفوها تجي كريميه على هذا الشكل هذا. غنزيد هذوك الحبات ديال الشوكولات كما قلت لكم 4 الحبات نتاع الشوكولات الابيض، وغنضيف هنايا واحد الحك نتاع دانون ديال الكراميل. عندي هنايا انايا دانيت.
صافي كما تشوفوا هذه هي الكيكه اللي وجدنا مع بعضياتنا. بالنسبه للكيكه راها دخلتها الفرن سخون على بوطه متوسطه، يعني انا دخلتها للفران تاع الغاز خليتها على عافيه متوسطه. كما تشوفوا هنا قلبتها بالسكين. صافي منين لقيتها ناشفه راني طفيت عليها وشعلت باش نحمرها من الفوق. صافي انا هنا غنهزها معكم. عرفتي راه تتجي ما شاء الله مفشفشه. شو تتجي كيك ناجحه، تجي هاد الجنواز رائعه. صافي غنرجع ليها هاد المول. صافي من بعد سقيو الكيكه ديالكم بالحليب. انا هنا كما تشوفوا راني سقيتها بالحليب، وغادي نضيف دابا الكريمه على هذا الشكل. شوف الكريمه كي تجي عاقده. صافي تنبقاو نقادوها على هذا الشكل هذا. صافي غنخلي هاد الكريمه حتى تنشف وندوزو نصايبو الكراميل اللي غادي نديرو في الوجه ديالها. بالنسبه للكاناج غادي ناخذ واحد الكاسرونه اللي غندير فيها واحد كاس لاروب ديال الماء بارد عادي. هنا غادي ناخذ فلو كراميل غنضيفو، وغنزيد معلقه من سكر سنيده. نخلطو الخليط وغادي نوضعو على البوطه حتى يبدا يوصل للغليان، وعاد غادي نحيدو غادي نحطوه على بوطه مهيله. صافي دابا غندوز باش غادي نحطوه على البوطه، وغنخليه كيف ما قلت لكم على بوطه مهيله حتى يوصل لمرحله الغليان، وغادي نحيدو ونوضعو معكم. صافي مباشره من بعد ما وجد ليا الكاناج تنبدا نوضع، تنوزعو على هذا الشكل هذا في كل بلاصه، ماشي في بلاصه وحده باش ما يدير لكمش حفره. صافي كما تشوفوا. صافي هذه هي الكيكه من بعد ما باتت الليله كامله كيف ما تشوفوا تيجي فيها واحد الكلاصاج اللي هو زوين. ودابا غنكملوها بالتزيين. غادي نحلها من المول وغادي نزينها باللوز افيلي كيف ما تشوفوا. هنايا انا راه شديته وحمرته غير شويه في المقله وخرج لي على هذا الشكل هذا. غادي نزينو هكا وغنزيد عليه الشكلاط والكراميل وهانتوما معايا. صافي تنبدا نحلها من الجناب. صافي البنات من بعد ما درت لها هنايا اللوز فيفيلي، هنايا عندي واحد شويه ديال الشكلاط غنعاود نديرو من الفوق على هذا الشكل. نتوما تتزينوا باش ما عندكم في الدار تتزينوا. المهم هي الطريقه اللي عطيتكم راه ناجحه. الا تبعتوا الطريقه والمقادير اللي عطيتكم راه غتنجح معكم حتى نتوما الوصفه كما نجحات معايا انايا. الى عجباتكم يمكن لي نديرها معكم بجميع الطرق، يعني بالشكلاط بالفريز بجميع اشكال هاد الحلوه هادي يمكن لي نديرها معكم. هنا عندي ايضا الكراميل راني مصايباه ديال الدار، بغيتو تشريوه نتوما ديال الزنقه شريوه. انا هنا درت كاس ديال السكر سنيده خليته حتى داب، زدت عليه معلقه صغيره نتاع الزبده وخليته حتى غلا، زدت عليه واحد نص كاس ديال الحليب، ومن بعد زدت عليهم 5 أو 6 ديال القطع ديال الشوكولاط البيض. صافي ودرتو عندي في القرعه وخليته وقت ما تنبغي نستعمل هادشي الحلويات راني تنستعمله. صافي دابا انا هنا راه سخنته وغنستعملو للتزيين وغنرجع معكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. صافي كان هذا هو الشكل النهائي نتاع الكيك نتاع نهار اليوم. كما تشوفوا زوقناها بالكراميل ودرت فيها اللوز افيلي، تتجي على هذا الشكل هذا، تتجي مكرمله وتتجي كريميه، تتجي رائعه وبنينه تليق للضيوف ديالكم من اعياد الميلاد لراس السنه ان شاء الله.
يمكن لكم تحضروها بمقادير بسيطه كيف ما شفتوا معايا، لتر ديال الحليب وجوج بيضات. المقادير اللي هما بساطين يمكن لكم توجدوهم في البيت ديالكم بكل سهوله وبعينيكم غامضين كيف ما تنقولوا. تنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وتنقول لكم بالصحه والراحه. ودابا غنشارك معكم واحد القطعه كما تشوفوا تتجي كريميه. كما تشوفوا تتجي الكيك مفشفشه، تتجي مفشفشه كيف ما تشوفوا معايا، وتتجي داك الكريمه رائعه، وبداك الكراميل اللي وضعنا، داك الصوص الكراميل اللي وضعنا من الفوق، تتجي بنينه. تنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها مع العائله والاحباب وتصدق معكم. تنقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.